ما كرهت بشر بحياتي قد ما كرهت رجوان. بحياتي ما كرهت بشر قد ما كرهت رجوان، قسما بذات الله. اي طبعا وراء هاي المشاكل جاك من وراء هذني، من وراء ارجوان وامثال ارجوان، طبعا شيء طبيعي لازم تكرهها. هذني يخربن سمعتك فحقك تكرهها. آخر الرحيل شلون تكرهها ما تكره احد بحياتك مثل ما كرهتها، وشلون تدعمها باسد؟ يلا انا ما افتهم، فهمني. شنو تضحكون على عقول الناس؟ لو مفكرين الناس اغبياء؟ شنو الوضعيه؟ انت منها تطلع تجي تحكي عليهن، ومنها تقول ذن المحتوى هابط بعد ما راح افسخ عقودهن، ومنها تدعمها باسد. الناس شو تصدق؟ والله عجيب، والله العظيم انا دايخ ما اعرف هسه شنو الصدق شنو الكذب. منها تحكي عليهن وتبريت من عندهن وقلت مو انت جايبن وانت اصلا ما تعرفهن، منها داخل باللايف مالتها تدعمها باسد. لا خطين مبين عليك تكرهها، تكرهها. كل ما امشي عدل وخلاص اسوي عقدة لسان للساني وما عقده، يجي واحد يدق علي الباب ويغلط. هسه انا ما ذي احد الحرب والحرب. انت تمشين عدل؟ انت يا يوم ماشي عدل، بس فاهمين انت يا يوم ماشي عدل. شو طلعين من سالفة تدخلين بسالفة جديدة، كل يوم سألتش طلابة ويا واحد او وحدة وتقولين ساكتة ويجون يدقون الباب ويغلطون عليك؟ لا لا هاي شوية قوية، قوية هاي شوية. انت حتى اذا المشكلة ما تخصك ومو يمك لازم تجين وتدخلين نفسك بالنص. مثل سالفة نعيمة، المشكلة شلش علاقة بها انت كنت بالصالون، انت صاحبة الصالون، انت اليش دخل بالموضوع؟ لا ليش دخلت نفسك؟ قلت له الزلم كلها احرقها الا انت اريدك. والله كفو ليش تعطينا؟ ما اعطي الغيري بنات، شو انطي الغيري؟ صدق كذب. اني اذا يوم بالايام ردت انطي علاوه انطيه مشلول محروق معوق وياخذ راتب رعايه 2 من الدوله. اذا يوم بالايام تخليت عن علي لازم يكون ذني كلهن اياه عنده اياه. كان انطيه هيك ما انطيه والله، ولا انطي محروق مشلول معوق وياخذ 2 رواتب رعايه من الدوله، ما انطيه هيك. تحرقين الزلم كلها على مود علاوي؟ منو علاوي؟ علاوي منو؟ يعني حاسبته من الزلم واحسن من الزلم مو؟ خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. كلامك ذهب، بس عندي سؤال. هو هذا علاوي مو نفسه كنت تقولين ياخذ حبوب؟ هو هذا علاوي مو نفسه اللي انت كنت تقولين يفتح كاميرا للبنات بمقابل 25,000 مدري 50,000؟ هو هذا علاوي نفسه اللي انت كنت تقولين باقي فلوسي وشريت؟ هو هذا علاوي لو غير علاوي تسولفين عنه انت؟ هسه صار تحرقين الزلم كلها على مود علاوي. يما قايلين على اشكالها تقع، بعد الطيور غير الطيور هي نفس الشيء. حكومتنا اذا فرصة. كان خبر صحيح اعطونا فرصه، اعطونا فرصه. اذا خبر مو صحيح نشروا يا دولتنا، نشروا على الشرقيه يقولوا عمي هذول محفيين شيء حتى نقدر نرجع على ديرتنا. ترى ابوي والله يموت اكل ما عندهم بالبيت، احنا نسوق لهم. الله يخليك. ها شو هم شردتوا؟ غيرتوا رسالاتكم شطولها وما عندكم شيء وما عندكم محتوى هابط، ما تسوون شيء غلط، وليش شردتوا رحت الاربيل من سمعتوا طلع اسمكم بالمحتوى الهابط؟ لا انا اكد لك الخبر، انا اكد لك الخبر، وهذا الخبر مو جديد، ترى من قبل شهر اسمكم صاعد بوزارة الداخلية بالمحتوى الهابط، وهسه جاي يمشون بالاجراءات القانونية، فهذا الخبر صحيح. هذا مو اليوم باكر، هذا مو باكر بعد اسبوع، هذا مو بعد اسبوع بعد شهر. وهاي الكلاوات والبتشي وابوي راح يقصون رجله واخوي راح يقصون ايده وما ادري شنو، هاي الكلاوات ختولي بعد ما تفيد. يا ما كذبتوا يا ما ضحكتوا على الحكومة. اول مرة ظليتوا تبكون بعد ما نعيتها وبعد ما نسويها وكم شهر طلعوكم، وثاني مرة اخوك يريد يسوي عملية ولا حد عمليته، خلصنا من اخوك. هسه نوبة ابوك قاصين خطية رجله وراح يقصون رجله وما عندهم اكل وما عندهم شيء وانتم عايشينهم جنب بيتكم. هو انتو يا يوم صارفين على بيتكم ويا يوم مشترين شيء بيتكم، شو بس تكسرون تفلشون وخلصينها تفاهة بتفاهة.
معايشين ابوكم انتو. خبصنا صاير ليش قصوا رجل ابوه راح يقصون رجل ابوه. ابوه يا ابو رجل كريستيانو راح يقصونها. هو من يومه كان عنده قنقري. اول ما طلعتوا ترقصون كلكم سوا حتى هو كان يرقص وياكم رجله بيها قنقري. فمو شغله جديده وخطيه مصدومين وتردون الحكومه مثلا تسامحكم على مود هاي الشغله. لا كافي انتم ما يفيد وياكم. لا اعطونا فرصه ولا محتوى جديد ولا نبدي من جديد. كل يوم انتم رايحين حالفين وجايين راجعين مسوين نفس التفاهه ونفس الطيحان الحلق. فلازم تتأدبون. لازم تنحبسون تتأدبون حتى شويه الناس تخلص من عندكم. السلام عليكم. طبعا هاي العقود مالت شبه شاجور الالعاب. احنا حنطلع من شبه شاجور الالعاب. يعني بعد ما لنا مسؤولين بشبه شاجور الالعاب، اصحاب الوكالات اللي ماخذه شبه شاجور، طلعنا من الوكاله وفسخنا العقد بيننا وبين شركه الاخوين. تمام حبايبي؟ اذا شوفوه بالاسواق بالهاي ما لنا دخل بيه، احنا طلعنا من وكاله شبه شاجور، وان شاء الله نشوف لنا واحد نروج عليه. بعد هذا شبه شاجور ماني مسؤول عليه. ها ايش قلت لكم؟ مو قلت لكم كذابين؟ ذولا لا مسوين شبس، لا عندهم شبس، ولا هاي الكلاوات كلها. مسوينهم عقد ويا واحد صاحب شركه يسوي شبس ويوزع شبس، وجوا كذبوا على الناس على شبس الهم ويعطون هدايا ويعطون سيارات ويعطون ايفونات. مو انا قلت لكم من الاول، قلت لكم ذولا كذابين لا تصدقون بيهم. ضحكوا على الناس، خلوا الناس تشتري شبس وبعدين فسخوا العقد مالتهم حتى ما تجي الناس تلزمهم وتقول لهم ليش ما تعطون جواز. فلتوا من عندها. كذابين مو بيتهم، ما يقدرون يموتون اذا ما كذبوا. حالهم حال ابو فسودي. انا فاتحه لايف خليه يشوفوا. لا بدي اتحاكر على طفلي. لا قصرتي لا قصرتي فيه. لا لا عيني عندك لا ما ست والله ما ست. لا تحبيني. شوفوا هذا الفيديو يخص مشكلة نعيمة اللي صارت بالصالون، اللي من وراها طلعت وردة وجماعة وردة ظلوا يحشون ويسقطون بيها. مشكلتها شنو؟ هي كانت بالصالون تسوي اعلان، من هذا الصالون دازين عليها حتى تجيهم تسوي لهم اعلان وتكمل وتروح. انا مبيوقة منعتها فلوسها وموبايلها ومستمسكاتها. زين، والتصوير واضح يعني مبينه هي ضايجه ضاربات بيتها وتريد تروح تشتكي عليهم. وهاي ام الصالون جاي تتوسل بيها عليك الحسين، عليك الله، عليك ما ادري شنو. طف اللايف وخلي حاجيك. زين، يعني هنا واضح ابو الحق منو؟ اللي رايح يشتكي. بس بعدين شلون فروا السالفه عليها؟ قالوا هي ماخذه من عندنا مليون. شلون فروها؟ هاي السالفه منين طلعت من ورده وجماعتها. ادري ورده انت شارده رايحه لاربيل، ايش عرفك بهالموضوع؟ كنت وياهم انت؟ لو هي ماخذه مليون من عندهم ليش ام الصالون جاي تتوسل بيها هيك؟ ام الصالون اذا ما متاكده ما كانت تجي تتوسل بيها هيك، صح لو انا غلطان؟ فالسالفه مبينه، يردون يفرون السالفه عليها لان يدرون بيها فقيره وجديده على هاي سالفه الاعلانات ويضيعون السالفه. بس انا دايخ ورده ايش عندها بالنص؟ ورده هناك بربيل تصيح وتقمز وتلطم على شنو؟ انت شلك علاقه؟ انا شاك بشي واحد، خاف تطلع السالفه كلها من وراك. لان هاي ام الصالون صديقتك، معقول تطلعين انت براي السالفه؟ والله كل شيء اتوقع. هم اللي هروا مو مشهوره. المحتوى الهابط كان شلتهن بزيد، هلا 6 اشهر ما يخلص. بالبيوت يلا عينه خلت ترجع فلوسنا، نعيمه خلت ترجع المليون. بس هسه سقطه بس تحطوا صورتها، تفلوا عليها يلا، اللي تحبون تنزل نعال عليها. يلا على السريع تكتب نعيمه وتحط نعال. خلينا نشوف بالك كم واحده تحبني. نعيمه ونعال، خرب حظ المشخط. ولكم كتبوا نعيمه ونعال. يا ولد يا ابوي يا نعيمه نعيمه ونعال تاخذ نظيفكم كلكم. يلا انت بيها عليها شلش علاقه بالموضوع؟ شنو هالتجاوز هذا؟ صعدت شوي ذول الاثنين ما نعرف منو فاتحين لايف وتحجون على نعيمه. منو انتو؟ شنو انجازاتكم؟ خاصه انت شنو انجازاتك؟ والله ذول الاثنين يردون يطشون. انت شنو انجازاتك؟ شنو سويتي؟ تعال قل لك انت ليش طفرت الاربيل؟ انت مو اشترى لك بيت وقعدت بيه؟ بعد ليش طفرت الاربيل؟ يا ريت لو نعرف هذا السبب. وثانيا مدخله نفسك بموضوع ما يخصك. انت طفرتي ليش؟ ليش محترقه اكثر من ام الانه؟ اريد اعرف، انا صار لي سؤال.